مساء الفل يا شباب. ايه الاخبار؟ آه زي ما قلت لكم قبل كده، الشانل دي بالنسبه لي بعملها معامله ان انا بتكلم مع سيجما من قبل ما يبقى سيجما. بتكلم مع سيجما من وهو عنده 11 سنه، فاتح يوتيوب عمال يقلب مع الناس اللي شايفهم بيعملوا بيزنس كبير، مع الشباب اللي بيشوفهم بيسافروا وبيروحوا وبيجوا، وبيقول لنفسه كل يوم قبل ما ينام انا نفسي ابقى كده. وبتكلم في نفس الوقت مع اخواتي اللي جايين من نفس الحته اللي انا جاي منها، علشان ابدا اشير شويه هو الحمد لله ده اتعمل ازاي. اول حاجه، انا اسمي عمر، عندي دلوقتي 22 سنه، عندي بيزنس اسمه بلايت، وبيزنس تاني بيعلم الناس ازاي تبدا براندات في الجزئيه بتاعه الملابس. الحمد لله الاتنين يعني شغالين كويس جدا بعد رحله كفاح طويله قوي. في الفيديو ده عايز اتكلم معاك ازاي تبقى بني ادم. ويعني اعذرني في الجمله اللي انا قلتها من شويه في جزئيه ازاي تبقى بني ادم. مش قصدي بيها ازاي يعني ان اقل حد او اي حد في طبقة معينة مش بني ادم. انا قصدي بيها حاجة تانية خالص، هي ازاي تثبت نفسك قدام نفسك وقدام البيئة اللي انت جاي منها وقدام اهلك ان انت فعلا تستحق يتقال عليك لقب بني ادم. وازاي فعلا ان انت تبقى قادر تحقق الحاجة اللي انت بتحلم بيها والحاجة اللي انت حاططها قدامك. لو انت حلمك ان انت تجيب عربية معينة، ازاي ربنا يوفقك في ده. لو انت حلمك ان انت توصل لحاجة معينة في حياتك كبزنس، ازاي ربنا هيوفقك في ده. في الفيديو ده الخطة الكاملة. انا لو هبدأ من الزيرو، هبدأ من الصفر من ولا شيء، هعملها عشان الحمد لله اكون واصل للحتة اللي انا فيها النهاردة. اول حاجة محتاج افكرك بيها، محتاج نبدأ نفكر فيها شوية، هي الجزئية بتاعت ان انت محتاج تطلع دماغك من الحتة بتاعت ان انت المسيطر على كل حاجة بتمشي في حياتك، ان انت الحد اللي هيقول الحاجة يلا فهتيجي. محتاج تطلع ده من دماغك. لازم طول الوقت تفكر ان انت ليك رب وفي اله، وان انت موجود في الحياة دي للعبادة. فميبقاش هدفك ان انت بتجري ورا قرش او بتحاول تعمل فلوس او ثروة معينة او توصل لحاجة معينة في حياتك ينسيك ان ربنا موجود وانت موجود هنا عشان تعبده. فمحتاج تركز في الصلاة، وصدقني لو ركزت في الصلاة فبجد اي حلم انت بتحلم بيه اتحل. الحاجة التانية اللي انت محتاج تبدأ تشتغل عليها وتركز عليها، وانا لو هبدأ كل حاجة من الصفر هبدأ اركز عليها، هي الحتة بتاعت ان النجاح جزء كبير جدا منه موجود هنا. يعني ايه موجود هنا؟ يعني موجود في دماغك. فانت محتاج تبدأ تفكر في كل حاجة في حياتك بالطريقة بتاعت احسن سيناريو ماشي ازاي. لان ببساطة خلينا متفقين، انت لو عايز تبقى شخص مكتئب، لو عايز تبقى شخص تعيس، ففي مليون سبب يخليك شخص تعيس. على الجنب التاني، لو عايز تبقى شخص سعيد، شخص مبسوط بكل حاجة بتحصل حواليه، حتى الظروف اللي فيها تحديات، هتقدر تعمل كده بكل بساطة. بس عارف لو انت مش في الحتة دي هتعمل ده ازاي؟ حاجة واحدة بس، ان انت تفكر التفكير بتاع ان اي شيء فيه ضرر بيصيبك ربنا هيجعله حاجة في مصلحتك قدام. مثلا، والله يا سيجما انا بقالي سنة بحاول اشتغل على البيزنس بتاعي وما عملتش اي مبيعات. ربنا بيعلمك، ربنا بيعلمك عشان في الوقت اللي هتيجي تعمل فيه مبيعات ما تخسرش كل الكلام ده في يوم وليلة. يا سيجما انا بحاول اتعلم حاجة جديدة ومهارة جديدة وحاسس ان انا مش فاهم حاجة، الموضوع خد مني وقت كتير قوي. ده تحدي وربنا حطه قدامك علشان بجد يثبت لك ان القصة اللي انت بتعملها او الحكاية اللي انت بتعملها مش هتبقى كده بالساهل. بيثبت لك ان انت الموضوع هياخد منك وقت وهياخد منك مجهود، عشان لما تطلع تتكلم مع الناس فيها وتقول للناس ازاي عملت ده يبقى فعلا في حاجة تتحكي. فانت لازم تفكر في كل حاجة في حياتك التفكير بتاع لا والله ده ربنا حاطط في ده خير ليا، انا بسعى بعمل اللي عليا، اي نتيجة هي بتاعت ربنا. لما انا بدأت 42 موفمنت، الشركة اللي كنت بشتغل عليها انا وشريكي فرحات، الشركة يعتبر ما كملتش، بس بالوقت اكتشفت اللي هو ايه ده، دي كانت خير ليا.
واكتشفت ان الخسائر او الوقعات اللي انا وقعت فيها كانت خير ليا، لان انا اتعلمت فيها كميه معلومات في التصنيع من غير ما ادفع حاجه من جيبي، حرفيا من غير ما ادفع حاجه من جيبي. والمعلومات دي بعلمها للناس في الكورس بتاعي، فالناس بدات تعمل فلوس اكتر. فتيجي تقول لي ايه ده، انت عملت ده ازاي؟ بكل بساطه من الوقعات اللي انا وقعتها، اللي انا كنت فاكر اصلا إن دي مصيبه، طلعت خير. الخسائر اللي خسرتها في بلايت، كنت فاكر وانا ببدا ان هو والله الخسائر دي حاجه فظيعه، حاجه مش هقوم منها تاني. بعد كده اكتشفت ايه ده خير ليا. ده المحتوى اصلا اللي انا بعلمه للناس دلوقتي. النقم اللي بتحصل في حياتي دلوقتي، او الحاجات اللي انا شايف ان هي والله العظيم حاجه مستحيله، ازاي اقدر اواكب ده؟ لو قعدت تفكر كده، لا والله فعلا ده ممكن تبقى خير ليا. فانت محتاج تبدا تشتغل على المنتاليتي بتاعتك، محتاج تبدا تشتغل بمنتاليتي ايجابيه. الحاجه التالتة خلاص ظبطت علاقتك مع ربنا، بقيت تبص الحياه بتفاؤل. انت محتاج تبدا تشتغل على الجمجمه، محتاج تبدا تشتغل على التعليم بتاعك. والتعليم بتاعك ده انا عايز بيه 3 حاجات. عايز بيه 3 حاجات. اول حاجه انت محتاج تتعلمها، محتاج تتعلم لغه. لو انت جاي من الحته اللي انا جاي منها، which is إن انت الشخص اللي انا بكلمه دلوقتي، اكيد اللغه بتاعتك مش احسن حاجه، اكيد الانجليزي بتاعك مش احسن حاجه. اكيد لما حد بيقعد يبرطم قدامك بالانجليزي بتحس ان هو ما تتكلموا عربي بقى قرفتونا. وللاسف النهارده القاعده بتاعت العالم هي ماشيه كده، القاعده بتاعتنا احنا كعرب ماشيه كده، ان الناس الاديوكيتد او الناس المتعلمه بدات تتكلم انجليزي كتير قوي. فانت المفروض تبقى بتواكب ده، المفروض تبقى انت اللغه بتاعتك كويسه عشان تبقى قادر تطلع على مصادر التعليم المختلفه، تبقى قادر تتواصل مع حد من كل الطبقات. فلو حد من الطبقه العاليه A بلس بدأ يتكلم معاك، تبقى في بينكم لغة حوار، تبقى انت فاهم لسانه ماشي ازاي. فاللغة بالنسبة لك هي أهم حاجة. الحاجة التانية اللي انت محتاج تشتغل عليها في جزئية التعليم هي الجزئية بتاعت مهارات التواصل والبيع. انت محتاج تتعلم ازاي تقدر تبيع المنتج او الخدمة اللي انت تقدر تقدمهم في السوق. محتاج تتعلم ازاي هتقدر تبيع المنتج او الخدمة اللي انت تقدر تقدمهم في السوق. ولما تتعلم بيع هتكتشف حاجة مهمة قوي. احنا كل حاجة في حياتنا عبارة عن بيع. كل حاجة في حياتنا عبارة عن بيع. الفيديو اللي انا بأديهولك ده هو عبارة عن بيع، انا ببيع لك افكاري. الطريقة اللي انت بتتكلم بيها مع والدك عشان تطلب حاجة معينة عبارة عن بيع، انت بتبيع له الطريقة بتاعتك او بتبيع له الطلب اللي انت عايز تطلبه منه. الحد اللي بيحاول ان هو يديلك سيرفيس معينة دي بيع. المدرسة بتحاول تبيع لك حاجة وهكذا. فانت لازم تبقى محترف في البيع، لان انت لو بقيت محترف في البيع فصدقني في ابواب كتيرة جدا في الحياة تتفتح لك. اتعلمت بيها كويس، عرفت ازاي تتواصل مع الناس، ازاي توصل للرغبة او للغرض اللي انت محتاجه وتقنع الشخص اللي قدامك بيه. نيجي هنا للحاجة التالتة بقى في جزئية التعليم. انت محتاج ان انت تتعلم سكيل او مهارة. ولما نيجي لجزئية سكيل، ففينا جزئين من الناس. الحد اللي هيروح يتعلم اي مهارة وخلاص ويستغرب بعدها هو انا ليه بعمل فلوس قليلة من المهارة دي. والحد التاني اللي هيبدأ يدور على المهارة بجد اللي تقدر تجيب له عائد على الاستثمار بتاعه من حيث الوقت، ويكون عائد على الاستثمار قوي. فتخيل كده معايا ان انت قدامك 2. حد بدأ يتعلم المهارة بتاعت الحدادة او النجارة او اي صنعة، وعلى الجنب التاني حد بدأ يتعلم المهارة بتاعت البيع في مجال العقارات. تفتكر مين فيهم هيقدر يعمل فلوس اكتر على مدار وقت، على مدار 2-3 سنين؟ بكل بساطة هتقول إن موجود في مجال العقارات أو في مجال العقارات. ليه؟ لأن القيمة بتاعة العلم بتاعه أعلى بكتير جدا من القيمة بتاعة العلم بتاعة الشخص اللي فيه صنعة معينة. محتاج تفكر فيها بالجزئية دي. فأنت هنا محتاج تتعلم حاجة اسمها هاي انكم سكيلز، أو وظائف أو مهارات الدفع بتاعها عالي. محتاج تتعلم ده كويس، وهتقدر تدور عليه على يوتيوب، هتلاقي مصادر كتير جدا 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 جدا. فانت كده خلاص اشتغلت على علاقتك مع ربنا، بتصلي، خلاص بدأت تشتغل على عقلك، بقيت بتفكر بطريقة إيجابية، بدأت تشتغل على تعليمك، بدأ يبقى عندك سكيل، بدأت تتكلم إنجليزي كويس، بدأت تتعلم إزاي تبيع خدمتك للناس. ده جبنا للنقطة الرابعة،
ويعتبر دي من اهم النقط، خلي بالك في الفيديو ده. انت محتاج تفكر التفكير التالي. الناس نوعين. الناس نوعين من حيث الشغل. في حد بيبيع وقته علشان الفلوس، وحد تاني بيبيع المهارة بتاعته عشان الفلوس. فتخيل ان انت شغال في وظيفة معينة. الوظيفة دي لما بتيجي بتحاسبك بكل بساطة ان انت الشهر بتاعك وليكن مثلا ب15,000 جنيه. فانت لو عايز تعمل مثلا، خلينا نقول ب20,000 جنيه. فانت لو عايز تعمل اول 100,000 في حياتك، انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان انت تشتغل على مدار 5 شهور سوا وتبدأ تحوشهم. طيب على الجنب التاني بقى، في حد بيقدم خدمة معينة، وليكن مثلا الشخص ده بيعمل ويب سايتس، بيعمل مواقع. الخدمة دي بيعمل موقع وليكن بنفس ال20,000 جنيه. طيب الحد ده بكل بساطة علشان يعمل أول 100,000 جنيه ليه، هو محتاج يعمل إيه؟ محتاج يعمل بكل بساطة 5 ويب سايتس، 5 مواقع. طيب لو عايز يعمل ال5 مواقع دول، هيقدر يعملهم إزاي؟ بكل بساطة ممكن يقدر إن هو يشتغل ويكرس وقته صبح وليل يشتغل عليهم. ممكن بكل بساطة إن هو يبدأ يجيب ناس تشتغل معاه ويديهم 10%. ممكن بكل بساطة إن هو يبدأ يشوف حاجات تسرع البروسيس دي معاه. طيب فهنا بكل بساطة مين هيعمل ال100,000 جنيه أسرع؟ الشخص التاني، الشخص اللي معاه السكيل ومعاه المهارة دي. طيب لو حد عايز يعمل 1,000,000 جنيه، لو هو عايز يعمل 1,000,000 جنيه، ايه اللي هيحصل في الحالتين؟ الحالة الأولى، شوف هيشتغل قد ايه، اضرب بقى ال100,000 دي في حوالي 10 مرات وشوف الوقت هيبقى عامل ازاي. على الجنب التاني لأ، ده هيبدأ يكبر التيم اللي معاه، هيبدأ يشتغل مع ناس أكتر، هيبدأ يشوف التكنيكاليتيز اللي بيعملها ازاي تسرع الموضوع، فيعمل أول 1,000,000 جنيه. ودي الجزئية ان انت لو فهمتها كويس جدا، حاجات كتيرة جدا من نظرتك للفلوس هتتغير. هتكتشف حاجات كتيرة جدا 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 لما تتعلم الدرس ده، وهتكتشف ان الفلوس ما هي الا عملية ضرب الخدمة بتاعتك او المنتج بتاعك في عدد الناس اللي هياخدوها، فقط لا غير. طيب خلاص، اتعلمت الدرس ده كويس جدا. صلاة، منتاليتي، عقلية، تعليم. الوقت مش بيتباع بالفلوس، دي أكذوبة كبيرة قوي. خامس حاجة، انت محتاج تبدأ تشغل النتورك بتاعتك. محتاج تبدأ تشغل النتورك بتاعتك، ودي هتشتغل ازاي؟ بكل بساطة هتشتغل لما انت تبقى قادر تظهر الخدمة بتاعتك او المنتج بتاعك بشكل كويس. لما انت تبدأ تظهر للناس اللي موجودة في السيركل بتاعتك ان انت فعلا شخص بيقدم حاجة في الحياة. النتورك هنا قصدي بيها جزئية العلاقات بتاعتك. انت محتاج تبدأ تكونكت او تقدر تتواصل مع ناس في دايرة احسن من الدايرة اللي انت موجود فيها. دايما في مثل كده بالانجليزي يقول لك ايه، your network is your net worth. يعني شبكة علاقاتك هي الثروة الحقيقية بتاعتك. فصدقني كمية الابواب اللي هتتفتح لك بسبب ان انت قادر تبني شبكة علاقات قوية بجد مرعبة، مرعبة وعن تجربة. فانت محتاج تبدأ تشتغل على ده بشكل ذكي. تشتغل على ده ازاي بشكل ذكي؟ تحاول تظهر للناس. اظهر للناس عن طريق كونتنت زي اللي انا بعمله ده. اظهر للناس وانت بتحكي القصص بتاعتك. اشتغل على الشغل بتاعك بحيث ان هو فعلا يبقى بكواليتي عالية. حاول ان انت تشتغل مع عملاء عندهم فاليو عالية. تقدر توصل لهم ازاي؟ انت اتعلمت بيع، فهتبقى عارف ازاي تتواصل مع الناس دي وتعرف ازاي توصل لهم وتعرض عليهم الاوفر بتاعك بطريقة كويسة. انا عايزك تبدأ تشتغل على ال5 حاجات دول: صلاتك، عقليتك، تشتغل على الجزئية بتاعت ان انت فاهم أهمية التعليم بتاعك وبتتعلم بشكل دوري وشكل مستمر وبتطبق التعليم بتاعك، فاهم المبدأ بتاع الفلوس ماشي ازاي، وشغال على شبكة علاقاتك. وتشتغل على الكلام ده بجد لمدة 6 شهور جايين. في خلال ال6 شهور دول، المهارة اللي انت بتتعلمها مع العقلية بتاعتك اللي انت بتنميها، وفوقهم طبعا علاقتك بربنا، صدقني صدقني هتقدر توصل بإذن الله لأول 100,000 بسهولة جدا. ووانس ان انت وصلت لأول 100,000 جنيه، جزئية ان انت تكرر الموضوع بيبقى اسهل بكتير قوي.
اول 100,000 جنيه بالنسبه لنا خلي بالك هي اصعب 100,000، صعبه جدا. بس وانس ان انت خلاص وصلت لده، جزئيه التكرار، انت خلاص عرفت هتعمل ايه. انا هعمل كذا كذا كذا، هتكلم مع ناس زي كذا وكذا وكذا، هعرض عليهم كذا وكذا وكذا. فانت بس بتكرر الموضوع. حافظ على عقليتك، حافظ على الدايره اللي حواليك، خلي الدايره اللي حواليك دايره شبهك، دايره تجرك لفوق مش تشدك لتحت. والتوفيق ان شاء الله.